هنعمل بانيه النهارده بطريقة جميلة جدًا، هيعجبكم لو يعني شفتوا الفيديو ده وعملتوه بنفس الطريقة، ومش هنكتر على نفسنا توابل ولا أي حاجة، حاجات كلها اقتصادية وحاجات بسيطة جدًا. هنعمل أطعم وأجمل بانيه عملناه في حياتنا، لو عملتوه بنفس الطريقة هيعجبكم جدًا. افضلوا معايا لنهاية الفيديو، واعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة، هتنوروني وتفرحوني بوجودكم يا حبايب قلبي. زي ما احنا شايفين الكمية بتاعتنا بحالها كلها من صدر فرخة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة بألف خير. الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هيكون عن طريقة عمل البانيه بأحسن طريقة وأفضل طريقة، ولا هنكتر توابل ولا أي حاجة، وفي نفس الوقت هنخليه بنفس اللون ونفس الطعم الجميل اللي احنا شايفينه. الطعم بالنسبة لنا احنا اللي كلناه بنفس الطريقة، لكن انتوا طبعا قدامكم هو واضح وشكله جميل فعلا يفتح النفس. افضلوا معانا نهاية الفيديو وانتوا تعرفوا ايه الحاجات اللي احنا حطيناها على البانيه بتاعنا النهارده. افضلوا معانا نهاية الفيديو وانتوا تشوفوا عملنا ايه وحطينا ايه على البانيه بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده احب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي في القناه، بجد بشكركم من كل قلب حبايب قلبي، كل اخواتي واهلي والناس وحبايبي اللي في القناه، احسن ناس واحسن عيله في القناه بتاعتي. بشكركم جدا. كل الناس اللي بتشترك في قناتنا بجد بشكركم جدا جدا، وبحبكم في الله، ربنا يجازيكم كل خير. وكل الناس اللي بتكتب لنا تعليقات او كومنتات جميله، يعني بجد والله يا حبايب قلبي بشكركم فعلا، انتوا احسن ناس واحسن اخوات. فعلا بشكركم كلكم، ربنا يجازيكم كل خير، يا ريت دايما تنكوا معانا وتقفوا جنبينا دايما. اللي ما اشتركتوش، يعني الناس اللي ما اشتركتش يا ريتها تشترك في القناه، والناس اللي مشتركه معانا يعني تحسسنا كده بوجودها معانا، ويعني يكتبوا لنا كومنتات جميله كده، او يعني حتى كمان يعني اي حاجه بس كده تفتح نفسنا ونحس ان انتوا جنبنا دايما واقفين في ظهرنا. وربنا يجازيكم خير كل الناس اللي معايا في القناه. وطبعا دلوقتي هنسمي الله وهنبدأ. بعد ما قطعناها شرايح شرايح بانيه، طلعت معانا في النهاية باللون الجميل ده وبالطعم الأجمل. بجد والله كان أحلى بانيه، أنا دايما بعمله كده على طول. بس أنا عملته في أول ما عملت القناة، هو كان جميل جدا بس الفيديو بتاعه ما اتشافش كتير علشان كنت لسه بادئة جديد. فإن شاء الله النهاردة ترفعوا معانا الفيديو باللايك علشان ناس كتير تشاهد الفيديو. فزي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي، انا كان عندي صدر فرخه فجبته قطعته شرايح زي ما احنا شفنا كده، ومعايا بصلايه ومعايا قرن فلفل، اي نوع فلفل انت تحبيه، حتى لو فلفل حار ما فيش مشكله، النوع اللي تفضليه. فدلوقتي انا خلاص عملت البصل والفلفل في الكبه ونعمته، وبعد كده طبعا انا مش محتاجه منه الا الميه بتاعته بس، ميه الفلفل والبصل اللي انا عملتها في الكبه. وبعدين طبعا البصل ده مش هنرميه، انا كنت عملت له فيديو بصراحة انا استخسرت ان انا ارمي البصل، فعملت بيه شوية رز كده بالخضار. هحط لكم اللينك بتاع الرز بالخضار، هحطه لكم تحت الفيديو ده. ادخلوا كده وشوفوه وقولوا لنا رأيكم. طبعا زي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا اخدت مية البصل والفلفل اللي انا عملته في الكبة، يعني صفيته وعصرت البصل كده والفلفل، يعني عصرته كويس، وبعدين اخدت المية بتاعته، وبعد كده طبعا حطيت عليه فلفل اسود. بالنسبة للتوابل، فلفل اسود، حطيت بابريكا، حطيت بصل بودر، توم بودر، ملح، حطيت كمان شوية كده من خلطة الفراخ، خلطة المشاوي او بهارات الفراخ زي ما تقولوا عليها، بس بجد والله جميلة جدا، يعني بتدي طعم كده، يعني بتظهر طعم اللحوم. لو بهارات فراخ تظهر طعم الفراخ قوي يعني. لو كده لحمة برضو بتظهر طعمها، على حسب برضو انت نوع البهارات اللي انت جايباها. وطبعا النهارده هنعمل مكرونه مع البانيه، بجد بتبقى اكله جميله جدا. المكرونه بتاعتي انا دايما بحب اجيبها اللي هي المكرونه السايبه، بس بصراحه يعني بالكيلو يعني بمعنى اصح، بس هي مكرونه نوعها كويس ونوعها نضيف، مجرباها كذا مره مش اول مره ان انا اعملها، يعني انا بعملها دايما. المكرونه بتاعتي ولا بتعجن ولا فيها اي حاجه، واكيد طبعا باينه قدامكم واضحه جدا، الميه بتاعتها يعني رايقه خالص وشفافه زي ما هي. لو المكرونة نوعها مش كويس بتلاقي المية بتاعتها يعني اخدت لون ابيض كده كأن فيها نشا، او بتلاقي المية بتاعت المكرونة تقلت كده معاكي، فانت اكيد هتاخدي بالك وهتعرفي فعلا نوع المكرونة كويس ولا لا. زي ما احنا شايفين احنا حطينا قطعة من السمنة وشوية زيت، وبعد كده نزلنا عليهم بالطماطم اللي ضربناها في الخلاط. طبعا الطماطم بتاعت المكرونة عندي دايما بفضل احط عليها اي نوع فلفل، بتبقى يعني طعمها جميل جدا وبيديها ريحة جميلة جدا وطعم جميل. جربوها برضو بنفس الطريقة تعجبكم جدا.
طبعا يا حبايب قلبي انا كنت تبلت الفراخ في التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض في اول فيديو. زي ما احنا شايفين طبعا انا كنت سبتها حوالي يعني ساعه، وكل ما بتسيبيها اكتر بتاخد معاكي في الطعم. وكان عندي كريسبي الدجاج دايما بحب يعني استعمله علشان الولاد بيحبوه، دايما بنحسسهم ان يعني كأنك شارية كل حاجة من بره مش عاملة الحاجة في البيت. دايما احنا عارفين ولادنا بيحبوا كل حاجة بره، فاحنا بنخليه يعني بيدي تغليفة من بره كريسبي كده وجميلة ومقرمشة. طبعا بنعمله بيه. زي ما احنا شايفين يا حبايبي انا طبعا بشيل من التتبيلة، وبعدين بحاول اغلفه بالكريسبي اللي موجود عندي اللي وريتهولكوا. وبعدين ببدأ ارصه في حاجة يعني صينية او طبق مفتوح كده، فطبعا علشان يبقى جاهز على القلي على طول، يعني جاهز على التحمير. يبقى كده مش هتاخدي وقت وحاجتك تبقى جاهزة. وطبعا لو بتعملي حاجة كمان جنب الأكل ما بياخدش معاكي وقت خالص. زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي طبعا انا خلصت الكمية كلها غلفتها زي ما احنا شايفين، وهنبدأ نخلص الأكل بتاعنا النهاردة. زي ما احنا شايفين أكلة جميلة ولادنا بيحبوها، يعني مش هتاخد معانا أي حاجة خالص. وكفاية ان كل الكمية دي ما شاء الله عملناها بصدر فرخة. حاولي ترققي القطع بتاعتك، هيبقى يعني معاكي عدد كبير هيكفي الكل. حتى لو عندك أسرة كبيرة ما شاء الله بيكفي وبيفيد كمان. زي ما احنا شايفين طبعا انا كده خلاص الصلصة بتاعتي كمان اتسبكت. وبعد كده نزلت عليها بشوية ملح، الملح المظبوط بتاعه، شوية كده من فلفل اسود، شوية كمون برضو بس مش كتير، يعني زي ما تقولي كده ريحة خفيفة ما تكتريش. وذرة سكر اقل طبعا من ربع معلقة صغيرة سكر، علشان طبعا يعني احنا عارفين الطماطم بتاعتنا لازم تحط عليها يعني شوية كده سكر، حاجة خفيفة كده عشان فيها ملوحة واحنا عارفين الكلام ده طبعا. زي ما احنا شايفين طبعا انا كل ده وانا يعني شغالة على النار. كان في حتى كمان زي ما قلت لكم انا كان عندي البصل اللي هو فضل من التتبيلة بتاعة البانيه، انا عملت ساعتها كمان شوية كده من الرز. شوية رز بالخضار جميل جدا يا حبايب قلبي. ان شاء الله احط لكم اللينك في تحت الفيديو ده، يا اما في اول تعليق مثبت، يا اما احطه لكم في الوصف. ادخلوا بقى شوفوا الفيديو بتاع الرز بالخضار، جميل جدا هيعجبكم. اكله اقتصاديه واكله جميله جدا بالنسبه لطعمها وكل حاجه فيها بجد. تعملوها جنب اي حاجه او ممكن تاكلوها لوحدها، والله جميله جدا يا حبايبي. ادخلوا بقى وشوفوا الفيديو وقولوا لنا رايكم. زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي احلى بانيه في لون وطعم وريحه جميل جدا. زي ما احنا شايفين اعملي بقى اللي انت عاوزاه بالنسبه للاكل بتاعك، مش لازم يكون مكرونه، اعملي اللي انت عاوزاه. يلا حبايب قلبي بقى ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه يا حبايب قلبي. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.